بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا وزويز، عاملين ايه؟ النهارده معانا جايبين ديك بلدي ميه اهيت. بس انا عندي الراجل المتخلف فتح لي الديك من كده ما فيهوش. انا اللي اعرفه ان الديك البلدي ما بيتفتحش، ما بيتقطعش. اي ديك بلدي اي فرخه ما بتتفتحش. هو بقى فتحولي فاكره زي اللي هو الفراخ، زي الفراخ البيضه العاديه. احنا سقطناه كده ونستناه بس لما يغلى ونشوف هنعمل معاه ايه. وهنا معانا برام فيه نص كوبايه رز، لان محدش بياكل عندي الرز المعمر، انا بس اللي باكله. ودوت هنا لبن، وحاطه عليه معلقتين سمنه، وانا حاطه في شويه فلفل اسود، وحاطه شويه ملح، واكون مولعه الفرن قبليه. انا ما بولعش عليه الشوايه زي ما في ناس كتير بتولع عليه الشوايه وبعد كده هو بتشغل الفرن. انا بحطه في الفرن على طول، هو بيحمر من فوق وبيستوي عادي. هندخله الفرن مع بعض دلوقتي. وعملنا هنا شويه بسله. سلقنا الديك وشربته كله، يعني انا ما سبكتش، لا عملت كله ني في ني. وهي دخلت السوا خلاص. ومعايا التومه اهيت. انا معظم الاكل اللي بعمله يا جماعه بعمله ني في ني زي كده اهوت، ما بعملش مسبك عشان حاجات كتير بصراحه يعني. البرام الرز خلص معانا وهنغرف اهوت ونشوف. وكده الاكل بتاعنا خلص. ده الديك بتاعنا اهوت. بعد ما خلصناه عملت له نص معلقه صلصه صغيره على شويه صوص صويا ودبس الرمان وفلفل اسود وشويه سكر وشويه ملح، ودهنتهم بيه. وبعد ما خرجوا من الفرن عصرت عليه نص برتقال. والبسله بتاعتنا اهي خلصت. وهنا ده رز في الفرن، برام الرز. محدش بياكله عندي، عشان كده ما رضيتش اعمل لهم رز بالشعريه عدبا ليهم، عشان ما كانوش معايا رز برام رز. وكده اكلنا خلص النهارده، وبالهنا والشفا عليهم. واشوفكم في فيديو جديد تاني ان شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله الذي رزقنا هذا من غير حول لنا ولا قوه.